ذات مرة كده وأنت قاعد لقيت إن في شخص معين بيحب إن هو يخش الحمام كتير وبيشرب مَيّة كتير، وخصوصًا برضه إن هو بيحب ياكل سكريات كتير، ده غير إن في حقنة بتلاقيه بياخدها بشكل مستمر، أو في جهاز تلاقيه متعلق في أحد أجزاء جسمه كده، ولمّا سألت قالوا لك إن ده الأنسولين، وإن الشخص ده هو شخص مريض بالسكر. طب إيه هو مرض السكر؟ وإيه هو الأنسولين؟ وهل يا ترى هو بيتعالج والّا الشخص ده بيفضل مصاب بيه طول عمره؟ ده اللي هنعرفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير، عشان أنتم لو بخير فأنا بخير واللي ورا الكاميرا بخير. وزي ما إحنا متعودين لو وراك أي صلاة روح صليها في الأول، وكمان صلي على النبي وحد الله. ويا ريت بس يعني تروح تجيب حاجة تاكلها أو تشربها، ويعني يا ريت لو كانت حاجة مسكرة يعني عشان الحلقة بتاعت النهارده هتوطي لك السكر بقى، هي ما لا مؤاخذة. عشان نعرف مرض السكر بييجي إزاي وإيه علاقته بالأنسولين، لازم نعرف الأنسولين أصلًا بيشتغل إزاي في حالات مرض السكر، وعشان برضه نعرف الأنسولين إزاي بيشتغل في حالات مرضى السكر، لازم في الأول نعرف الأنسولين بيشتغل إزاي في الحالات الطبيعية. عشان نعرف إزاي أصلًا الأنسولين بيشتغل في الحالات الطبيعية، لازم تتخيل معايا دورة حياة السكر من ساعة ما تخش الجسم لحد ما تخرج. ولأ ما تقلقش يعني أنا مش هاتكلم عن دورة حياتك أنت، أنا باتكلم عن دورة حياة السكر. أنا عارف إن أنتم شبه بعض بس يعني لأ، السكر الفعلي اللي بيستخرج من قصب السكر والبنجر يعني. وهنبتدي قصتنا كده بقطعة السكر لمّا تنزل وتتهضم من البُق أو من الأمعاء الدقيقة. ما تبُصّليش كده، السكر تقريبًا هو الحاجة الوحيدة اللي بيتم هضمها أو بمعنى أدق تكسيرها في الفم، وبعد كده تنزل تكمّل شغلها كده وتمتص بشكل كامل من الأمعاء الدقيقة. وطبعًا عشان أنت نبيه كده وأنا متعوّد منّك على النباهة دي، ففي سؤال جِه في دماغي، وأنت هتسألني أنا ليه قُلت من الفم للأمعاء على طول، ليه ما ذكرتش المعدة في النُص؟ هو في حقيقة الأمر إن المعدة ما لهاش أي دور في عملية هضم السكر، يعني ما فيهاش الإنزيمات اللي أنا هاحكيك عنها إن شاء الله قدّام شوية اللي ليها دور في هضم السكر، فعشان كده زي ما تقول هي ما لهاش علاقة المعدة بعملية هضم السكر إطلاقًا. وعشان تفهم الإنزيمات اللي أنا هاحكيك عنها إن شاء الله، فأنت لازم برضه تعرف في الأول إيه أنواع السكر. وعشان تشوف أنواع السكر، فالسكر نفسه في منه أنواع زي أحادي وثنائي ومُعقّد. وكأمثلة على الحاجات اللي أنا قُلتها، فمن السكريات الأحادية اللي بيطلق عليها برضه السكريات البسيطة، فعندك أنت الجلوكوز والفركتوز. أمّا بالنسبة للسكريات الثنائية، ففي أمثلة عليها زي السكروز واللاكتوز. أمّا بالنسبة للسكريات المعقدة، فعندك حاجات زي الألياف والنشويات. وعشان برضه تفهم إيه الفرق ما بين الأحادي والثنائي والمعقد، فهو الأحادي يعتبر أبسط تركيب موجود. فالثنائي كده لمّا تيجي تبُص له، فهتلاقيه عبارة عن 2 أحادي مرتبطين جنب بعض، زي مثلًا المثال اللي قُلته لك اللي هو السكروز. السكروز ده بتلاقيه عبارة عن جلوكوز وفركتوز مرتبطين مع بعض برابطة. أما بالنسبة بقى للمعقد لمّا تيجي تشوفه، فهتلاقي المعقد بيتكوّن من أكتر من 2 من سكر أحادي مرتبطين ببعض بأشكال مختلفة، بروابط مختلفة تمامًا، زي مثلًا حاجات زي السليولوز والنشا. وهُم الاتنين مكوّنين بشكل أساسي من سكر الجلوكوز اللي بتلاقيه مرتبط ببعضه بأشكال مختلفة كتيرة جدًا جنب بعض. طيب هتسألني سؤال وتقول لي أنا ليه قُلت الكلام ده كلّه؟ أقول لك ببساطة عشان الإنزيمات اللي أنا قُلت لك عليها وظيفتها إن هي تكسّر الروابط اللي موجودة ما بين الثنائي والمُعقّد وبعضه يعني عشان يحوّله في الآخر للصورة البسيطة اللي هو الأحادي. طيب ليه كُلّه بيحب يتحوّل للأحادي؟ لإن ببساطة الأحادي هو أبسط الأنواع الموجودة وبيمتص على شكله ده. فالإنزيمات بقى لمّا بتيجي بتلاقيها عبارة عن اسمها نفس يعتبر اسم السُكّر الثنائي اللي بيشتغل على تكسيره. فتيجي مثلًا تبُص تلاقي إن سُكّر السُكروز اللي أنا حكيت لك عنه بيتكسّر بإنزيم بيُطلق عليه الساكراز. أمّا بالنسبة لللاكتوز فبتلاقيه بيتكسّر بإنزيم بيطلق عليه اللاكتيز. كده أنا حكيت لك في اللي فات عن عملية تكسير السكر. نيجي بقى نخش على الامتصاص، والطريقتين اللي بيتم الامتصاص بيهم هو ببساطة عبارة عن يا إما الانتقال النشط أو الactive transport، أمّا التاني واحدة اللي هي الانتشار المُيسّر أو الfacilitated diffusion. هتقول لي طَب أنت كل ده قاعد تحكي عن السكر، إيه علاقته بالأنسولين؟ يا عم اصبر، ما أنا جاي لك في الكلام. بعد ما يوصل الجلوكوز للدم بيفضل يزيد في الدم لحد ما يوصل لمرحلة معينة. بعد المرحلة دي يبتدي البنكرياس يفوق والحمد لله يبتدي يفرز المادة اللي انت منتظر انك تسمعها من بدري جدا، الانسولين. طيب هو الانسولين بيعمل ايه واشمعنى اصلا الانسولين بالتحديد؟ ببساطة كده يا سيدي الانسولين وظيفته انه بيشتغل كمفتاح ان هو يدخلك الجلوكوز جوه الخلية. طب هل يا ترى الانسولين بيدخل الجلوكوز في اي خلية كده؟ لا طبعا. هو بيقسم لك الموضوع على حسب اولويات، يعني بيبتدي لك كده الجلوكوز يخزنه لك في الكبد وبعد كده يخزنه لك في العضلات. لو الاثنين دول اتملوا بيبتدي ان هو يخزن لك الجلوكوز على هيئه دهون. طيب هل يا ترى هو بيخزن على الهيئه دي ولا بيتحول لماده ثانيه؟ لا هو هنا بقى بيبتدي ان هو يتحول الحوار الى انه يا اما الجسم محتاجه يا اما الجسم مش محتاجه. لو الجسم محتاجه فبيتم تحويله مباشره ل ATP عن طريق شويه تفاعلات مش هدخل فيها خالص، وبيبتدي ان هو يمد الجسم بالطاقه عن طريق برضه شويه تفاعلات تانيه ماليش علاقه بيها. أما بالنسبة لو الجسم مش محتاجه فبيبتدي إن هو يخزنه لك في الكبد في العضلات على هيئة حاجة بيطلق عليها جلايكوجين. والجلايكوجين ده هو عبارة عن أبسط صورة تقدر إنك
يتحول تاني لجلوكوز لو الجسم محتاجه فيما بعد ان شاء الله. فاكر بقى المرحله اللي انا حكيتك عنها، وهي ان الانسولين هو اللي بيسهل دخول الجلوكوز للخليه، او الخلل في المنطقه دي هو المسبب لمرض السكر. السكر زي اي مرض في منه انواع، فانت عندك نوعين رئيسيين وهم دول اللي منتشرين في اغلب الناس، وفي انواع تانية نوعا ما محصوره في نادر جدا انها تحصل للناس. عندي النوعين اللي انا قلت لك ان هم منتشرين، اللي هو النوع الاول او النوع المعتمد على الانسولين، والنوع الثاني او النوع الغير معتمد على الانسولين. ما تبصليش كده، هو اسمه كده النوع الاول والنوع الثاني، يعني صباح الفل. نيجي بقى للنوع الاول اللي هو تايب 1. النوع ده بيحصل غالبا في الاطفال وفي المراهقين، وده بيكون ناتج عن حدوث فشل او بمعنى الادق تدمير لخلايا موجوده في البنكرياس. الخلايا دي هي اللي مسؤوله عن تخليط الانسولين. بالنسبه لعلاج النوع الاول، فده علاج بيفضل الانسان ياخده طول فتره حياته، لانه يعتبر النوع الاول نوع مزمن ما بيخفش خالص. اما بقى بالنسبه للنوع الثاني، فالنوع ده ما بيحصلش اي تدمير لخلايا في البنكرياس، او بمعنى اصح بيفضل الانسولين بيتم افرازه بشكل طبيعي جدا. لكن الفكره هنا ان الجسم بيبتدي يرفضه او يعمل له نوع من انواع المقاومه، اللي نوعا ما بتكون ناتجه مثلا عن كبر السن، او ان الشخص عنده مرض زي مرض السمنه، او مثلا ما بيتحركش كتير بمعنى اصح. وبالنسبه للنوع ده من مرض السكر، فالنوع ده علاجه لا يقتصر فقط على اخذ ادويه، بل في حاجات زي ان الشخص لو كان عنده سمنه فيخفف من وزنه شويه، ده ممكن يساعد في علاج هذا المرض. او النوع لو ما حصلش اي تحسن في الحاله بيبتدي يلجا ان هو ياخد ادويه. وبالنسبه للادويه اللي بياخدها للنوع الثاني، فدي وظيفتها حاجتين، يا اما ان هي تعلي لك الانسولين في الدم، يا اما ان هي توطي لك نسبه الجلوكوز في الدم. ده كده بالنسبه لاول نوعين اللي هم يعتبروا اكثر انتشارا. ودايما تلاقي في مرضى السكر ان النوع الثاني هو اكثر انتشارا مقارنه بالنوع الاول. فدايما تلاقي ان مرضى السكر اغلبهم من 90 ل 95% من مرضى السكر بيكون عندهم السكر من النوع الثاني. اما بالنسبه للنوع الاول فبتلاقيه لا يتجاوز ال 10% من مرضى السكر. اما بعد كده بالنسبه للانواع التانية اللي تعتبر اقل انتشارا، وهي زي مثلا سكر الحمل، وده غالبا بيجي من 2 ل 10% من الحمل. والنوع ده علاجه بيتم عن طريق ان الست بس يا دوب تولد، لكن لا قدر الله في نوع اخر بيكمل منهم ويكون عندهم قابليه ان يستمر معاهم النوع الثاني من مرض السكر للابد. واخر نوعين اللي هم نادرين الحدوث جدا، وهم الام او دي واي والال اي دي اي. الام او دي واي ده بيبقى عباره عن النوع الاول من السكر، بس لما يجي للناس الكبار في السن، مش الاطفال والمراهقين زي ما حكيت. اما بالنسبه للنوع الثاني ال ADA، وده بيبقى عباره عن مرض مناعي بينتج عنه اجسام مضاده بتهاجم الخلايا اللي بتصنع الانسولين في البنكرياس. وزي ما قلت لك ان من رحمه ربنا بينا ان النوع ده عباره عن نوع نادر جدا، لانه ساعتها ده بيكون عباره عن النوعين مع بعض، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول من حيث ان الانسولين قل جدا في الدم عن طريق ان هو زي ما قلت لك بيتم مهاجمه خلايا البنكرياس، والنوع الثاني بسبب ان الجسم كون نوعا ما مقاومه ضد الانسولين او ضد الخلايا بتاعت البنكرياس اللي بتصنع لي الانسولين. فاكر بقى لما انا حكيتك عن النوع الاول وقلت لك انه بينتج عن تدمير خلايا البنكرياس، فكده خلاص مفيش انسولين بيتصنع لي؟ اهو ده علاجه الوحيد، انه يفضل ياخد انسولين لحد باقي عمره. طب انا قاعد اكرر كلمه انسولين، طب هو الانسولين بيتصنع ازاي اصلا؟ وايه هو الانسولين؟ ولو في مريض بياخد الانسولين ازاي؟ الانسولين ببساطه هو عباره عن هرمون بيتم انتاجه من خلايا بيطلق عليها خلايا بيتا، اللي موجوده في منطقه بيطلق عليها جزر لانجرهانز اللي تبقى موجوده في البنكرياس. ولما تيجي تبص كده لتركيب الانسولين، فهتلاقيه هو عباره عن مجموعه من الاحماض الامينيه، عددهم يصل ل 51 حمض اميني، تلاقيهم كده مرتبطين ببعض بروابط تساهميه. طيب احنا حكينا عن الانسولين وهو عباره عن ايه؟ طيب المريض بقى لما يجي ياخد الانسولين بياخده ازاي؟ طيب مبدئيا كده المريض ما ينفعش ياخده اطلاقا عن طريق الفم، يعني على شكل كبسوله او برشام. وده ببساطه لان الانسولين يعتبر بروتين، زي ما انا قلت لك ان هو بيتكون من احماض امينيه، واحنا عارفين ان الاحماض الامينيه هي المكون الاساسي للبروتين. عشان كده لو خد عن طريق الفم هينزل المعده ويتهضم عادي جدا على انه بروتين، فمش هتستفاد منه خالص. فعشان كده ببساطه يا اما بيتاخد تحت الجلد يا اما بيتاخد في الوريد مباشره. طيب في سؤال اكيد جه في دماغك، انا باخده في الوريد وباخده تحت الجلد، ليه مش باخده عضل؟ الفكره ببساطه ان الحاجات الوريديه اللي بتتاخد دي زي ما قلت لك ان هي بتتاخد في الحالات الطارئه بس. يعني مثلا لو مريض عندي عنده حاجه اسمها دايابيتيك كيتو اسيدوزس، وده بيكون ناتج عن ارتفاع كبير في سكر الدم وانخفاض في الانسولين، ساعتها ده بينتج حاجه بيطلق عليها الكيتو اسيدوزس، ومش هتعمق فيها، فده بتبقى حاله طارئه لازم ان انا اساعد بيها المريض. على عكس تحت الجلد اللي انا قلت لك عليه، ان تحت الجلد ببساطه بيكون عباره عن ابطا نوع فيهم، فبالتالي بيقدر المريض يتحكم فيه بشكل احسن بكتير، فبالتالي بيقدر ان هو ياخد الانسولين اللي هو محتاجه بالكم اللي هو محتاجه في الوقت اللي هو محتاجه. نرجع بقى للسؤال اللي انت سالته، ليه انا مش باخد الانسولين في العضل وباخده عادي في الطرق التانية؟ بص يا سيدي ببساطه لان عيوب العضل او الحقن في العضل بيكون اكتر من العيوب بتاعه السبكوتينيوس او تحت الجلد.
وده ببساطة لإن الحاجات لمّا تيجي تاخد الحقنة دي في العضل، فبيحصل بسبب كتر الأوعية الدموية في المنطقة دي، فبيبقى الامتصاص سريع جدًا، وده اللي بيخلّيه إنه ممكن يوطّي لي سُكّر الدم مرّة واحدة. هتيجي تقول لي طيب مش الIV أو الحقن الوريدي يعتبر برضه سريع؟ بُص، أنا قُلت لك إن الIV باخده بس في الحالات الطارئة، عشان كده أنا عايز ألحق المريض، لكن لو خدته في الحالة بتاعة العضل، ده ممكن يعمل لي زي ما قُلت لك انخفاض سريع في سُكّر الدم. ده غير طبعًا المريض مش هيقدر يستحمل إنه ياخد في كل مرّة في العضل، بسبب إن ده ممكن يعمل التهاب، ده غير الألم الشديد اللي بيبقى مصحوب بيه. عشان كده أفضل طريقة وأسهلهم وأحسنهم وهو تحت الجلد أو الsubcutaneous. نرجع بقى للكلام اللي إحنا قُلناه، هو بيتاخد إزاي؟ ببساطة يا سيدي في أكتر من نوع، أول نوع فيهم هو السرنجة العادية، بس بتبقى سرنجة مخصصة لحقن الأنسولين، insulin pen أو قلم الأنسولين، لإن هو يعتبر ببساطة مكوّن من وحدات أو units، الunit دي بتبقى موجود فيها الجرعة اللي المريض ياخدها، عشان يقدر ياخدها بسهولة ويقدر ياخدها بنفسه ويقدر ياخدها في البيت من غير ما يضطر يروح للدكتور كل مرة. وتاني حاجة أو تاني جهاز عندي وهو عبارة عن مضخة الأنسولين أو insulin pump أو البنكرياس الصناعي، ده بيبقى عبارة عن جهاز كده بيتركب في وسط البني آدم، وده إن كنت قُلت لك إن الinsulin pen أو القلم بتاع الأنسولين كان اختراع جامد، فده عبارة عن اختراع أجمل منه بكتير، لإنه ببساطة يقدر إن هو يقيس السكر بتاع الدم مع نفسه ونسبة الأنسولين في الدم مع نفسه برضه، ولمّا يلاقي إن حصل ارتفاع في سكر الدم أو انخفاض في الأنسولين، يبتدي إن هو يدّي المريض مع نفسه، وده طبعًا للمرضى اللي دايمًا أو في الغالب بتنسى الجرعات بتاعتها، فده بيسهّل عليها الحوار ده. في بعد كده عندك النوع التالت أو الجهاز التالت اللي تم اختراعه وحاجة بيطلق عليها الjet injector، وده ببساطة دوره إن هو ما بيكونش فيه إبر عشان الناس اللي بتخاف من الإبر والحاجات دي، وخصوصًا الأطفال يعني. فده بيشتغل ببساطة عن طريق إن هو بيضخ لك الأنسولين بقدر كبير من الضغط، فبالتالي بيقدر إن هو الضغط الكبير ده يخترق الجلد. وفي نوع آخر برضه من الأجهزة تم تصنيعه وهو الinsulin inhaler، وده بيبقى عبارة عن مضخة بالهوا كده بياخدها الإنسان وبيتم امتصاصها بقى عن طريق الرئة والكلام ده كله، بتدخل لمجرى الدم عادي جدًا من غير ما يحصل لها تكسير أو تدمير. كل الكلام اللي أنا حكيته لك ده هو عبارة عن كلام عن الأنسولين أو الطريقة اللي باعالج بيها النوع الأول. بالنسبة للنوع التاني بقى كان في جزء حكيت لك عنه وقُلت لك إن في أدوية بتتاخد لعلاج السُكّر، لكن نوعًا ما كَم كبير شوية ونوعًا ما مش هاقدر أقوله لك في الحلقة دي، فإن شاء الله هاخلّيها لك في الحلقة الجاية وأحكيك عنها بتفصيل أكتر وأحسن يعني. وبس يا سيدي، دي كانت الحلقة بتاعتنا النهارده، يعني لو عجبتك كده ما تنساش تعمل لايك، شير، وسبسكرايب للقناة. ولو في دماغك أي حاجة عايزني أتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنت وما تكسلش، وبس يا سيدي، السلام عليكم.